علامتين بيقولوا إنكم خايفين تحبوا بعض رغم إنكم أصلا بتحبوا بعض من زمان. ساعات الحب ما بيجيش بصوت عالي، ما بيخبطش وما بيقولش إنه جاي. ساعات الحب بيجي بهدوء، بهدوء لدرجة إنكم الاتنين بتتظاهروا إنكم مش سامعينه. النوع ده من الحب مش شبه الأفلام ولا الحواديت، بيظهر في السكتات، في التردد، في كاد يحصل اللي بيخلي كل حاجة أكتر لخبطة. أنت ما بتقولش اللي حاسس بيه والشخص التاني برضه، ومع كده الرابط اللي بينكم بيفضل يشدكم لبعض تاني وتالت. وبتسأل نفسك، ليه الإحساس ده حقيقي قوي رغم إن مفيش حاجة بتحصل؟ ليه الشخص ده مهم عندي بالشكل ده مع إننا ما عديناش الخط ده قبل كده؟ الحقيقة مزعجة بس نعمة. انتوا مش خايفين من بعض، انتوا خايفين من التغيير اللي ممكن يحصل لو فعلا حبيتوا بعض. ودي علامتين واضحين إنكم بتحبوا بعض من زمان، بس الخوف واقف عند الباب وبيقولكم تستنوا شوية. أول علامة إنكم الاتنين بتراجعوا نفسكم حتى لو اللحظة كانت مثالية. في لحظات كل حاجة فيها مظبوطة، الكلام ماشي، السكوت مريح، الطاقة دافية ومألوفة وقريبة، وبرضه ما بيحصلش حاجة. لا اعتراف ولا خطوة جريئة ولا كسر الحد اللي مش باين. مش لأن الإحساس ناقص، بالعكس، لأنه حقيقي بزيادة. ليه ده بيحصل؟ لما الانجذاب يكون سطحي الناس بتتحرك بسرعة، بيغازلوا من غير تفكير وبيخاطروا من غير حساب. لكن لما الحب يبدأ يتكون الدنيا بتتغير. فجأة الكلام يبقى خطير والتصرفات تبان نهائية، وخطوة غلط تحس إنها ممكن تبوظ كل حاجة، فتبقوا أبطأ. احذر، تعيدوا كتابة الرسائل، تعيدوا في دماغكم نفس الحوار 1000 مرة، وتخافوا تقولوا كلام قلبكم عارفه من زمان. مش علشان مش عايزين، علشان عايزين العلاقة دي تفضل موجودة. الخوف اللي تحت السكوت، انتوا مش خايفين تحبوه أو تحبوها، انتوا خايفين تخسروا الشخص لو العلاقة ما نجحتش. خايفين تكونوا مكشوفين وما تختاروش، خايفين تفتحوا باب يمكن ما يتقفلش تاني، فتختاروا مسافة شكلها صبر، وهما كمان بيعملوا نفس الشيء. علشان كده الرابط بينكم قوي بس مش منطوق، واضح بس مش متعرف. انتوا بتحموا حاجة غالية، حتى لو الحماية دي شكلها كبت مشاعر. الحقيقة اللي ما اتقالتش، لو ما كانش فيه حب ما كانش فيه خوف ولا تردد ولا التفكير اللي ما بيقفش. التردد هو الدليل. انتوا واقفين على حافة نفس الإحساس، مستنيين، بس مين اللي هيبدأ؟ العلامة عنا التانية إنكم بتبعدوا بس مش قادرين تسيبوا بعض، ودي أكتر علامة لخبطت ناس كتير. انتوا ما بتطردوش بعض، ما بتطلبوش اهتمام، ساعات حتى بتنسحبوا، بس برضه محدش بيختفي. مهما عدا وقت، ومهما السكون عليكم، ومهما العقل يقول إن الطبيعي تكملوا حياتكم، بتفضلوا. البعد ما بيوهنش العلاقة، بالعكس بيكشفها. لو المشاعر كانت ضعيفة كانت هتضيع مع المسافة، لكن هي بتظهر تاني في التفكير، في اللحظات الهادية، بالذات لما تكونوا مش متوقعين. يمكن ما بتتكلموش كل يوم، يمكن بتشوفوا بعض قليل، يمكن بتقنعوا نفسكم إن مفيش حاجة بتحصل، بس جواكم كل حاجة بتحصل. ليه؟ اللي بيحبوا بعض ساعات بينسحبوا. لما الحب يضغط البعد يبقى وسيلة حماية، تبعد خطوة علشان ترجع تمسك نفسك، تحمي قلبك، وما تبصش للمشاعر في عينيها مباشرة وهما بيعملوا نفس الشيء. بدل القرب، شوق ماشي جنب شوق، بتوحشوا بعض في السر، وبتخافوا على بعض في الهدوء، وبتتمنوا في سركم. مش ضعف، ده حمل عاطفي كبير. الولاء الساكت، حتى لو اتفرقتوا محدش بيعوض التاني. ممكن تخرجوا مع ناس، تلاقوا نفسكم، تقولوا إن الدنيا ماشية، بس برضه تقارنوا الكل بالشخص ده، وتسألوا نفسكم، هو هي كويس؟ أه، وتحسوا بارتباط غريب رغم إن مفيش بينكم لقب. الرابط ده مش طالع من لخبطه، ده طالع من حب لسه ملقاش شجاعة. ليه الحب ده تقيل كده؟ لأنه ناقص.
الحب اللي ما اتقالش أتقال من اللي اتقال. مفيش نهاية، مفيش اتجاه، مفيش راحة. قاعد في صدرك، ساكت، صبور، أوي. بتحس بيه في تفكير الليل، في الأغاني اللي تبقى وجع فجأة، في اللحظات اللي تتمنى فيها الشخص ده يكون جنبك. الحب ده بيعلم الصبر ويمتحن شجاعتك. الرابط عايز منك إيه؟ مفيش استعجال ولا ضغط ولا اعتراف غصب. عايز منك تكون صريح مع نفسك. اسأل نفسك بهدوء: أنا خايف أحبها، ولا خايف من تمن الحب ده؟ مستني يقين، ولا إذن ولو مفيش حاجة هتتغير هل هندم إني فضلت ساكت؟ ساعات الحب ما يحتاجش فعل فوري، بس محتاج وعي. لأن لما اتنين يخافوا يحبوا بعض، الإحساس ما بيروحش. الوقت بس بيقرر مين اللي هيتكلم الأول، أو مين اللي هيتعلم يعيش مع وجع. يا ترى إيه اللي كان هيحصل لو الحقيقة الأخيرة، اقرا ده بالراحة. لو كنتوا مش فارقين لبعض كانت الدنيا هتبقى واضحة. اللخبطة ما بتحصلش غير في وجود حب محجوز. لو الرابط ده حاسس إنه عميق بس مش معرف، آمن بس يخوف، هادي بس عاطفي بزيادة، يبقى أنت مش بتتخيل. أنتوا الاتنين خايفين، وأنتوا الاتنين أصلا واقعين في الحب، واقفين بس على ناحيتين مختلفتين من نفس الإحساس، ومستنيين الشجاعة تعلى على الخوف. شكرا قوي على دعمكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة.